لدرجه ان الروم سيرفيس طلعوا وقالوا لي ايه في ايه وبتاع، فقلت لهم يا جماعه لا ده فيلم كان شغال في التلفزيون. المهم كملنا بعديها حاجه بتاعت لغايه الساعه 2 بالليل. بعد كده قفشت فيا بقى، مش عايزه نمشي. قال ايه؟ العصب المصري مش موجود عندهم في بلدهم. بيموتوا في العصب المصري. قول لي صحيح يا دكتور، انت ايه تحليلك للكلام ده؟ ما بلاش يا شاكر بيه، احنا جايين نلعب. لا بجد، ايه تحليلك للانجذاب الفظيع ده؟ ولا انت اللعب نساك الطب؟ احكي من ورا لقدام. من ورا لقدام؟ اقصد بالترتيب، يعني من الاخر للاول، عشان احلل لك الانجذاب الفظيع ده يا شاكر بيه. البنت قفشت فيا وعجبها العصب المصري، صرخت. لا، مش الروم سيرفيس خبطوا الاول وقلت لهم في فيلم في التلفزيون؟ الروم سيرفيس الاول، وبعدين بعد كده كنا في مطعم. لا، حجزت اوضه من الريسبشن. الريسبشن صح. وكنت قاعد مستني الاجانب. اديت لها تبس وكلمتها، وقبلها كان في ميتنج غدا. الكلام ده كان الساعه كام يا شاكر بيه؟ يعني 3 الظهر. وقعدت معاها ل2 الصبح، 11 ساعه. ده انت جامد قوي. بس الليله دي كلها نتع. نتع؟ يعني ايه نتع؟ نتع يعني كدب. طول الوقت وانت بتتكلم عينك في عين اللي بتكلمه عشان تطمن ان هو مصدقك. ولما قلت انك حجزت اوضه من الريسبشن لعبت في مناخيرك. دي كدبه جسمك مش مصدقها. ودلوقتي وشك بيحمر وبتبلع ريقك، حاسس انك كشفت. شاكر بيه للاسف 90% عندك ضعف جنسي، وبتحاول تداريه بحكايات وهميه. عوني. شاكر بيه انا اسف، بس انت اللي قلت حلل يا دكتور. صوت انا اوت. شغل انا لا. فروع عجوز فول اس العصب